القصة بتبدأ بأسطورة عن بحار منحوس وقعت عليه لعنة شريرة حولته للهولندي الطائر، والأسطورة بتقول إنه محكوم عليه يلف البحار للأبد وبيدور بالتحديد على قلب نقي لروح بريئة. بعد كده سبونج بوب بيصحى وهو حاسس إن حياته هتتغير تماما. راح جري يقيس طوله على لوحة المينا واكتشف إن طوله نص صدفة بالظبط، دلوقتي بقى طوله 36 صدفة وحسوا إنه بقى راجل جديد، فطلع يجري يبلغ جيرانه. بسيط في الأول افتكروا جدته بسبب الطول ده، بس لما عرف الحقيقة قعد يحتفل بسبونج بوب الراجل الكبير. سبونج بوب أدرك إن الطول ده هيخليه يحقق أحلامه أخيرا، يركب قطر الموت المرعب في الملاهي. وراحوا عند كابتن بوتي بير عشان يجرب حظه. الموظف قاس طوله وأكد إنه ينفع يركب، لكن أول ما قربوا من اللعبة سبونج بوب اتجمد من الرعب وراح كذب على بسيط وقال له إنه واعد مستر سلطع بحاجة تانية. بسيط سحبه فورا على المطعم علشان يلاقوا مديرهم. هناك بسيط فكر مستر سلطع باتفاق وهمي عن قطر الموت